الناس بتعمل اسكان أو مسح لعيونها مقابل فلوس من الهوا. تعال أوريك أغرب تجربة اجتماعية مالية، وورلد كوين. الفكرة بدأت بسيطة. إيه رأيك لو في شبكة مالية عالمية مملوكة لكل الناس، مش لحكومة معينة ولا بلد معينة؟ النظام ده هيكون غير قابل للاختراق وما فيهوش فساد. تحفة، رائع، ممتاز. بس عشان ده يحصل محتاجين كل شخص يبقى عنده ID فريد خاص بيه زي بصمة العين، لأن أي طريقة تانية غير بصمة العين ممكن إن هي تتسرق بسهولة، سواء بصمة الإيد أو الوش. كل اللي بتعمله إنك أنت بتبص للكرة الفضية دي وهي بتتأكد إذا أنت شخص حقيقي ولا لأ، وبتعمل مسح لعينيك. طب عشان نوصل للتقنية دي لازم ملايين الناس تعمل مسح لعين عشان نقدر إن احنا نطور التكنولوجيا دي. في مقابل مسح عينيك بتاخد توكن قيمته حوالي $50 كأنها مكافأة تسجيل. ولو الشبكة كبرت وشركات كتير بدأت تستخدم الخدمات بتاعتها هيبدأ الموضوع يكبر ويبقى طبيعي زي ما بيحصل في التحويلات العادية بتاعت الفيزا أو البنك أو الماستر كارد. بس هنا اللي يخوف، بياناتك بقت مع الشركة والمؤسس هو سام ألتمان. أضمن منين إن مسح عيني مش هيتم استخدامه مع روبوت وينتحل شخصيتي؟ عيني دي اللي بتثبت إنه أنا، فلما روبوت يقدر يثبت إنه أنا، وعلى إيه؟ على $50 بس؟ لا يا عم، الله الغني. خلي بالك، وكالعادة ادعي لي.